بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد جبر بعد توقف فترة طويلة عن تسجيل الفيديوهات الجديدة، الشروحات اللي بنقدمها لكم على طول على قناة المحارف. عايز اقول لكم يا جماعة، يعني عانيت فترة طويلة جدا بسبب العقوبة اللي عملها اليوتيوب على القناة. والله هي طقت في دماغه كده، مسك في فيديوهين موجودين على القناة وبيقول لي انت انتهكت ارشادات المحتوى او ارشادات المنتدى الخاص بينا. كنت بحاول ان انا اجهز لكم حلقة بخصوص حاجة زي كده، يعني واكد لكم ان انا باعت يعني اليوتيوب من يوم 5/5 جات لي اول مشكلة، يوم 7/5 جات لي تاني مشكلة على نفس القصة أو على الموضوع بتاع انتهاك إرشادات المحتوى أو إرشادات المنتدى، حاجة زي كده. يا جماعة أنا يعني دورت على كذا حل عن إرشادات المنتدى وأنا اخترقته إزاي أو أي حاجة من الكلام ده كله. صدقوني ما لقيتش أي اختراق أو أي انتهاك لإرشادات المنتدى أو إرشادات المحتوى الخاص بيهم او اي حاجه محميه بحقوق ملكيه فكريه او اي حاجه من الكلام ده كله، ما لقيتلوش اي حاجه خالص. فعايز اقول لكم يعني لغايه دلوقتي انا بعت للسبورت تيم او عملت رد بالتماس بانه انا ما انتهكتش اي حاجه وان انا مش شايف اي مشكله، وان حتى الفيديوهات اللي احنا بنشرحها اساسا موجود منها اكتر من شرح موجود على اليوتيوب، في اكتر من شرح موجود للفيديوهات دي. بس ما اعرفش هي طاقت في دماغه كده اتجنن وقال لك والله هما الاثنين دول فيهم انتهاك لارشادات المنتدى، واحنا بقى والله العظيم ما احنا قلنا لكم. اتجننوا، ما اعرفش هي يعني حصلت معاهم كده. النهارده في الشرح بتاعنا عشان برضو ما اطولش عليكم، زي ما انتم شايفين كده قدامنا الموقع ده اسمه اليكسا ماستر. موقع اليكسا ماستر ده موقع لسه عارفه النهارده او لسه مختص بيه النهارده كده، بصيت عليه. هو الموقع اسمه اليكسا. اليكسا دي اللي هو المعروف عنها ان هي شبكه بتحدد الرنكات الخاصه بكل الصفحات او المواقع اللي موجوده على الانترنت. يعني هي الشبكه نفسها بتعمل ايه؟ الشبكه والله بتقول لك الموقع الفلاني ده رقم واحد على الانترنت من حيث كذا وكذا وكذا وكذا، في بعض الاعتبارات بتاخدها فيها. اليكسا ماستر ده اللي هو خاص بان هو بيحدد الرنكات الخاصه بالاصحاب الاعلى من الموقع. يعني انت مثلا كصاحب موقع اسمك ويب ماستر اللي انت متحكم بصفحه الانترنت نفسها. زي ما انتم شايفين الموقع ده قدامنا موقع اسمه إليكس ماستر. الموقع ده يعني هقول لكم من احسن المواقع اللي بتقدر تحصل فيها على عائدات او عن طريق الربح على الانترنت. لو اتكلمنا عن مجال الربح على الانترنت، لو بصيت كده على اي موقع من مجال الربح على الانترنت، موقع زي اللي شرحناهم قبل كده مثلا موقع كليكسنس ممكن تحقق منه عائد. يعني اليوم ما تتمعظم معاك قوي في اليوم، هتعمل لك ميني جوب، هتعمل لك اوفر، هتعمل اي حاجه، هتعمل اي حاجه من الحاجات بتاعتها كلها هتاخد دولار في اليوم. موقع زي نيو فوكس لو قعدت تعمل بلاوي فيه واتشقلبت مش هتحصل اكتر من يعني 50-60 سنت في اليوم، يوم ما تتشقلب من عليه. ده طبعا بعيد عن الريفرال اللي احنا متفقين عليه مع بعض. موقع تاني زي فان سليف لو يعني قعدت ترقص شويه جنبه مش هتحقق اكتر من 30 سنت. كل المواقع دي مش هتحقق فيها اكتر من اي حاجه من اي حاجه من اي حاجه. انا عايز اقول لكم الموقع ده يعني انا مشترك فيه بالظبط من 3 ساعات. مش الموقع اللي هو الويب ماستر ده مشترك فيه من 3 ساعات. الموقع عباره عن اكتر من حاجه، دي الصفحه الرئيسيه للموقع فيها اكتر من حاجه. دول الاكتيف ممبرز 1,730,000. الموقع بقاله فتره شغال مش لسه فاتح جديد يعني. الناس اللي بتعمل زيارات 1,730,000. الاكتيف ممبرز 43,000. انا اشتركت في الموقع ده النهارده. بيشرح لك هنا في الصفحه الرئيسيه ازاي ان انت تسجل في الموقع. معلومات صغيرة كده بتقدر ان انت تحصل فيها على عوائد. اول حاجة التارجت بتاعك، انت بتحدد الناس اللي ممكن تدخل على اعلان خاص بيك انت او الحاجات دي كلها، اللي هو الجيوغرافيك تارجتنج اللي هو المجال الجغرافي اللي انت بتحدده في الاعلان. بتوصل الهواتف التليفون، يعني تلاقي الحاجة نفسها بتقدر تكون متوافقة مع التليفون. ليميت فيزيتور، بتقدر تحدد عدد معين من الزائرين للموقع بتاعك. بتقدر تعلن، بتقدر تحصل على فيسبوك فريندز، يعني انت ممكن تقدر تضيف ناس من خلال الحساب بتاعك هنا لصفحتك على الفيسبوك. ممكن فعلا يعني باللي انت بتحققه من ارباح تقدر تضيفه على الفيسبوك. اليوتيوب فيورز
ممكن لو انت عندك قناه على اليوتيوب مثلا زي القناه اللي احنا عارضين عليها الفيديو، ممكن ناخد الفيديو نفسه نعمله بروموت على الموقع. يا جماعه طريقه التسجيل في الموقع فوق خالص زي ما انتم شايفين، ريجستر بندوس عليها، بيطلب مننا معلومات بسيطه جدا. عايز اسمك الاول، اسمك الاخير، الايميل بتاعك، وبتكتبه تاني وبتدخل الباسورد، وبعدين بتدوس سبميت. في مشكله كده؟ الموضوع بسيط جدا. اسمك الاول واسمك الاخير والايميل بتاعك، بتعيد ادخال الميل مره ثانيه، وبعدين في الاخر خالص بتدوس سبميت. طيب بعد كده انت سجلت حساب خلاص. كده انت سجلت حساب خلاص. محتاج حضرتك تعمل حاجه اضافيه. الحاجه دي ان انت هتعمل تفعيل لحسابك. انت بتروح على الميل بتاعك اللي انت سجلت بيه وتدوس على كونفيرم للسبمشن بتاعتك على الموقع، بيأكتف الحساب بتاعك. وبعد كده بتقدر تعمل لوجن على الحساب بتاعك انت في الموقع. انا دلوقتي بعمل لوجن على حسابي في الموقع. هقول لكم بقى ازاي بنحقق مبالغ على يعني الزيارات بتاعتك انت في الموقع، على الفيسبوك بينز، الحاجات دي كلها ازاي بتقدر تحقق مبالغ. بص بيقول لك اتس ووتر داي دونت ويست ووتر شير وذ يور وين، مش عارف ايه. بيقول لك في اعلان هنا هتاخد فيه 80 نقطة ديلي بونص. يعني عايز تعمل سبورتد ولا عايز تعمل ما فيش مشكلة خالص. هو بيقول لك ده الصفحة بتاعتهم، ما فيش مشكلة نعمل لها لايك على الفيس نقفلها. بنعمل جو تو يور اكونت. هننتظر بس الصورة بتاعتنا تطلع، ما فيش مشكلة. بيقول لك عايز تعمل اليكس تول بار، عايز تعمله انستول. لا والله انا مش عاوز، مش محتاجه. اللي انا عملته يا جماعة خلال الساعتين اللي فاتوا او الثلاث ساعات اللي فاتوا بالظبط، هم 3 ساعات، خلالهم عملت زياره لموقعين. الموقع بتاخد فيه جود فوتس 25، فعملت زياره لموقعين. عملت لايك لتقريبا صفحتين على الفيس. كان في بونص اول ما دخلت الموقع، هم 200 نقطه، 200 نقطه خدتهم بونص على الموقع. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، عدد النقاط الخاص بيا 3828 نقطه بواقع 12 سنت. 12 سنت دول عملتهم قد ايه في 3 ساعات؟ لو عملتها في اي موقع زي نيو بوكس او كليك سنس او فاني سليف او الحاجات دي كلها، هفضل قاعد طول اليوم قدامهم، مش هيعمل اي حاجه بالستاندرد ممبرشيب. طيب بتقدر ان انت بقى تحقق ارباح ازاي من الموقع ده؟ بسيطه جدا. بص، دي هنا على اليمين الصفحه الخاصه بيك انت، بتعمل اديت للمعلومات بتاعتك انت، بتعمل ريسيت للباسورد، بتشوف الاكونت هيستوري بتاعك انت الخاص بيك، بتشوف عمليه الدفع اللي تمت على حسابك. هنا عشان تطلع على اتفاقيه او شروط استخدام الموقع، وهنا عشان تخرج. يا جماعه قعدت ادور على خروج من الموقع دي كتير قوي قبل ما نسجل الفيديو. هنا عشان تعمل جيت فيزيتور، لو انت ليك موقع او ويب سايت عايز تعمل له وتعلي الرانك بتاعه او كده، بتقدر ان انت تحصل عليه برده من هنا. اليوتيوب هنا لو حبيت تضيف فيديو او تحط فيديو فعلا موجود على حسابك، مفيش مشكله خالص. هنا عشان تقدر تضيف صفحه ليك على الفيسبوك، بتقدر تضيفه عشان تعرف الحاجات الخاص بيها. انا ضفت صفحه على الفيسبوك اللي هي صفحه المنحرف تشانل. تعالوا نبص عليها كده. 5 بيت لغايه دلوقتي. التوتال لايك عمل 8 لايك لغايه دلوقتي. البوينت اللي موجوده تحت السحب او تحت التسجيل في الصفحه 170 نقطه. تعالوا كده نشوف الباقي. كرييت اد، لو انت عايز تعمل اد جديد او اعلان جديد. الارن بقى، طريقه الارن بوينت. بص، في حاجه اسمها ريسيل ترافيك. ده بتعمل ايه بالظبط؟ الريتيل ترافيك ده حاجه زي ان انت حد بيشتري اعلان ليه، فانت بتشوف الاعلان معين الخاص بيه اللي هو صفحته مثلا على الانترنت، وبتحقق منها بوينت او بتحقق منها نقط. تمام. في هنا ممكن من خلال مشاهده الفيديوهات الخاصه باليوتيوب، لو دوسنا عليها مثلا بتحصل ازاي. بعض الفيديوهات موجوده على اليوتيوب، بعض الاعضاء بتضيفها عشان حضرتك تشوف الفيديو. مفيش فيديوهات منشورة في الوقت الحالي. تعالوا نشوف الطرق الثانيه من طريقة الارن بوينتس او طريقة ربح النقاط.
في اوتو سيرف ده عباره عن موقع معين بيتعرض قدامك ان انت بتدوس حاجه من اتنين. بتدوس اما جود سايت يعني موقع ممتاز، او بتدوس عليه بايت موقع مش ممتاز. في برضو ممكن من خلال بروموت اس. بروموت اس دي اللي هو ازاي ان انت تدعمنا. بص بقى، طريقه الدعم هو جزء من اللي انا بعمله دلوقتي. 60% بوينتس كوميشن بتحصل فيها عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت بتحط الريفرال كود او الريفرال يو ال ار بتاعك انت على الصف. طيب بتحط الريفرال بتاعك انت فين؟ هتلاقيه تحت الفيديو. زي ما احنا متعودين ان انت قدامك برضو طريقه من اتنين، ان انت تشترك تحت مني او ما تشتركش تحت مني، والاتنين فضلا منك. يعني مش هقول لك يعني اي حاجه خالص، ان انت مش امر، يعني هو مش بالامر انت تشترك. حابب تشترك تحت مني اتفضل، حابب تشترك تحت اي حد تاني مفيش مشكله خالص. بتعمل اوبن للريفر لينك ده بيفتح معاك، الناس بتشترك تحت منك مفيش مشكله. طب انا بحصل قد ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين 60% بدون ما ينقص من حضرتك شيء، بدون ما ينقص من حضرتك شيء. تمام. دي البانرات الخاصه لو انت حابب ان انت تحط بانر جوه منتدى او حاجه مفيش مشكله خالص. طرق اخرى، الريفرال بتوعي انا، الناس الخاصين بتوعي، احنا شرحنا بروموت اس ازاي. الريفرال بتوعي انا او ماي ريفرالز، الناس اللي انا عملت لهم احاله واشتركوا بالفعل في الموقع هيظهروا لك هنا. هو طبعا عشان مفيش اي حد انا عملت له احاله لغايه دلوقتي، فطبعا مفيش حد ظاهر. بتعمل فوت للويب سايت زي ما قلت لكم عليها، اللي هي السيرفنج. بتعمل ايه بالظبط؟ بتشوف موقع زي كده مثلا، بتعمل له اوبن، بيظهر قدامك في نتيجه جديده، بتاخد عليه 5 نقط وبالاضافه ل 25 في الجود رانك بتاعتك انت. تمام. بعد كده بنخش على سمول جوبز. سمول جوبز دي بقى اللي هي المكاسب فعلا. انت بتاخد 5 سنت على الريفرال الواحد اللي بيدخل تحت منك. هل ده يعني ما تحس ان هو ملوش لازمه؟ يعني 5 سنت، اي 5 سنت دي اعمل بيهم ايه 5 سنت؟ فاهمني؟ ملهاش لازمه 5 سنت، ملهاش لازمه. طيب تعال نبص كده ازاي تكسب 120,000 نقطه. بتعمل ترانسليت لويب بيج، الويب دي ما فيهاش اقل من 1000 نقطه. 1000 كلمه، 1000 كلمه في الصفحه بتحصل حضرتك على 120,000 نقطه. طيب بتعمل فيديو زي اللي احنا بنشرحه دلوقتي ده يا جماعه، بشرط ان هو انت بتقدر تعمل 2 فيديو فقط في الشهر. بنقدر ندفع لك على الهاي كواليتي فقط، اللو كواليتي مش بندفع عليه حاجه. الفيديو بتاعك لازم يكون واضح، ولازم يكون فعال مع الاعضاء. برضه في نفس الوقت ان انت مش هتقدر تحصل على الفيديو اكتر من مره واحده، يعني انت ما تبعتلناش الفيديو هو اكتر من مره. برضه لو انت عملت حاجه زي كده السيستم هيقفل الحساب بتاعك انت. طيب ايه الشروط الثانيه؟ ان انت لازم يكون الفيديو على الاقل 30 ثانيه بيشرح الحاجات الخاصه بالموقع، او بتعمل كرييت لبلوج مثلا معينه بتحط فيها المعلومات الخاصه باليكسا ماستر، بتاخد 30,000 نقطه. على فكره الفيديوهات ب 90,000 زي ما انتم شايفين. البوينت بتعمل على الفروم او منتديات، بتعمل عليها بوست بتاخد 3000 نقطه. السوشيال برومو بتاخد 250 نقطه. يعني انت لو خدت اللينك بتاعك انت رميته على اي صفحه، بعد كده بيحصل لك زيارات مثلا على الصفحه بتاعتك، بتاخد 250 نقطه. دي العمليات اللي انت بتقدر تحصل عليها من خلال سمول جوبز. طيب في حاجه ثانيه اسمها وينر اوف اور، يعني ناس معينين بيكسبوا في خلال الساعه. بتقدر تكسب ازاي؟ من خلال تفاعلك على الموقع نفسه بتحصل على التفاعل بتاعك، او التفاعل بتاعك ده بتقدر تحصل على ايه؟ بتحصل على ان انت بتكون مكسب او انت كسبان 500 نقطة خلال الساعة الواحدة. ده يا جماعة شرح سريع كده عن الموقع، وان شاء الله هنتبعه بحلقة تانية برضه هتوضح لكم ازاي قدرت اسحب من الموقع ده والعمليات الخاصة بيه. دي المعلومات الخاصة بالبروفيل بتاعك انت، ازاي بتقدر تكسب. بتدوس على ايرن بوينت، دي البروفايل بتاعك، ده الريفرال بتاعتك. لو انت حابب تشتري عضوية ممتازة من خلال الموقع برضه مفيش مشكلة خالص. هنا بتعمل واتش فيديو بتاخد، ده احنا دوسنا على ايرن بوينت فجبنا واتش فيديو بتاخد عليه مكاسب برضه بتظهر قدامك. في ريسيل ترافيك، لو انت بتدخل على صفحة حد معين بتقدر ان انت تقيمها. بتعمل فوت للويب سايت، بتعمل اوتو سيرف، فيسبوك لايك، سمول جوبز. دي كلها حاجات
بتقدر تحقق منها ارباح. وزي ما قلت لكم كده في فتره بسيطه حتى 12 سنت، انا لسه هكمل شغل مع الموقع وهتبعكم بتقرير جديد. معلش طولت عليكم، اتمنى لكم كل التوفيق. كان معكم محمد جبر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.